نصر المزراوي فولكان ما كانش لاعب الأضواء أو صاحب العناوين الكبيرة، ولكن كان واحد من أهم الأسباب اللي خلت المنتخب المغربي يوصل للنهائي بالثبات والثقة. قيمته الحقيقية ما كتبانش غير في الأهداف أو التمريرات الحاسمة، بل في التفاصيل التي تصنع البطولات: تمركز، قراءة اللعب، التوازن بين الدفاع والهجوم، والهدوء تحت الضغط. من دور المجموعات حتى النصف النهائي، مزراوي لعب دور الجوكير الحقيقي، لاعب اللي كيعطي حلول تكتيكية للمدرب، كيحافظ على استقرار الفريق في أصعب اللحظات. دور المجموعات أمام زامبيا ومالي، كان مزراوي أساسا في ضبط الإيقاع من جهته. دفاعيا سد المساحات، قطع الكرات كل ما تحول إلى خطورة، ومنع الكرات العرضية اللي غالبا ما تكون مصدر التهديد في البطولة الإفريقية. هجوميا كان خيارا دائما في بناء اللعب من الخلف بالتمريرات الدقيقة والخروج الذكي بالكرة، ما ساعد المغرب يفرض أسلوبه ويكسب السيطرة بدون مخاطرة. هذه المرحلة بينت على أن مزراوي لاعب التوازن، كيعرف إمتى يتقدم وإمتى يبقى مكانه. في الدور 16 أمام تنزانيا، حيث المباراة الكبيرة ما كتعرفش الأخطاء، ظهر النضج مزراوي الحقيقي بشكل واضح. لعب بعقلية اللاعب الكبير، تدخلات نظيفة، تمركز محكم، وقراءة ممتازة للمرتدات. ما اندفعش بلا حساب وما تراجعش أكثر من اللزوم، بل حافظ على الخط الفاصل بين الدفاع والهجوم، وهو الشيء اللي خلى المغرب يتحكم في المباراة نفسيا وتكتيكيا حتى حسم التأهل. أما في الربع النهائي ضد الكاميرون، فقد قدم واحد من أكثر مبارياته اكتمالا أمام خصم قوي بدنيا وسريع على الأجنحة. كان مزراوي حاضر في كل المواجهات الثنائية تقريبا، يقطع، يغطي، ويغلق الزوايا بذكاء. في نفس الوقت كان يشارك في التحولات الهجومية بالتمريرات الذكية، ساعدت الفريق بالخروج بالكرة من تحت الضغط. هذا الأداء ما كانش استعراضيا، ولكن كان فعالا إلى أقصى درجة، وهو ما تحتاجه المباريات الكبيرة. وجاءت مباراة النصف النهائي أمام نيجيريا ليؤكد من جديد قيمته الحقيقية في مشروع تأهل المنتخب إلى النهائي. تحت الضغط الكبير والتكتيك الكبير في اللقاء بين المنتخبين، لعب مزراوي ببرودة أعصاب عالية، سد الجهة، أوقف الانطلاقات السريعة، ومنح الدفاع استقرارا كبيرا. لم يبحث عن المجد الفردي، بل لعب للمجموعة، محافظا على التوازن بين الواجب الدفاعي والدعم الهجومي. وجوده أعطى الفريق ثقة في الخلف، وهو عامل أساسي في العبور المباراة من هذه الحاج نحو النهائي. إنصاف يفرض القول أن نصر المزراوي كان من الأعمدة الصامتة في رحلة المغرب إلى النهائي. لاعب لا يحتاج للضوء كي يكون مؤثرا، بل يصنع الفارق بذكاء، انضباط، واستمرارية. التأهل المغرب للنهائي لم يكن فقط ثمرة أهداف أو لحظات فردية، بل أيضا نتيجة عمل تكتيكي جماعي. كان مزراوي أحد ركائزه الأساسية، هو مثل اللاعب الذي لا تقاس قيمته بالإحصائيات والأرقام وحدها، بل بتأثيره على التوازن الفريق وقدرته على رفع المستوى المجموعة في أصعب اللقاءات. ونلتقي في النهائي إن شاء الله.